السلام عليكم. تفتكر انت كفرونت اند تقدر تخلص مشروع ضخم في اقل من شهر؟ دي غريبة جدا. الطريقة اللي احنا شغالين بيها ان احنا نبدأ نصمم اليو اي، سواء كان جايلك من فيجما او انك انت بتشتغل عليه من البداية كودينج، والموضوع بياخد وقت واوقات بيكون مرهق، خاصة لو كان اليو اي معقد شوية. عادي، مفيش مشكلة، كلنا بنعمل كده. وبعد كده بنبدأ بقى نربط الاي بي اي واحدة واحدة ونعمل لها تيست على بوست مان لما بناخد الاي بي اي من الباك اند. والموضوع بقى بيكون رخم شوية بقى، وكل اند بوينت وفيها بج وايرور ومش عارف ايه وكده، والكلام اللي احنا بنقع فيه كلنا ده. وبعد كده بقى بنبدأ بقى لو معانا اي اي ايجنت جميل كده، بنبدأ نقول له الاند بوينتس ونديها التفاصيل، ندي التفاصيل للاي اي وتقول له على المفروض يتنفذ. وممكن بعد اوقات الباك اند بيكون ناسي حاجة فبتديها ناسي حاجة في اليو اي فبتديها للباك اند فبيرجع يعيد تاني. والموضوع فيه اوقات كده بيكون فيه شوية لخبطة وحدوث اخطاء كبيرة في اللوجيك وانت شغال. الموضوع طبعًا بيسبب وقت طويل ومجهود كبير وأخطاء محتملة، وبيعمل شوية stress كده وأنت شغال. طيب، الطريقة الجديدة اللي ممكن نتعامل بيها أو التكنيك المرعب حرفيًا اللي جاي أقول لك عليه النهارده، واللي بُص شايف ال4 دول؟ هيلغيهم لك. تعالَ أقول لك، يالّا بينا. التكنيك بقى اللي جاي أقول لك عليه النهارده هنبدأ كده من أول حاجة فيه. الUI أنت كده أغلبيتنا بياخد المشروع سواء كان من Figma ويبدأ يصمم فيه في اليو اي بتاعه، والباك اند كده بيبقى شايف اليو اي فبيبدا ان هو يطلع لك الاند بوينتس على نفس اليو اي ده عشان يسهل عليك الموضوع. ده جميل جميل. فالباك اند بيبدا يشتغل ويحلل اليو اي ويطلع لك الاند بوينتس كده على اليو اي بالظبط عشان ايه الموضوع يكون سهل. تمام. بعد كده الباك اند بيبقى شغال بطريقه اسمها السبرنت. السبرنت ده ان هو بيبدا يشتغل بسبرنتات واضحه كده وسريعه عشان خاطر ايه يفصل الشغل بتاعه ويطلع شغل بجوده عاليه جدا. فانت كل اللي هتطلبه من الباك اند قول له انا عايز اي ام دي عن كل سبرنت انت بتطلعه لي. ملفات اي ام دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها الاند بوينتس، الريكوست داتا، والريسبونس از جيسونز. الموضوع بسيط جدا. تمام. تمام، دي الخطوه رقم 3. الخطوه رقم 4، انت كل الحكايه انك بتدي الملفات دي للاي اي. سيبك من دي دلوقتي هنتكلم فيها. وبعد كده بيبدا الاي اي بيفهم الهيكليه. انت مثلا لو وليكن شغال على فيتشر الاوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن دي عندك فيها ايه؟ لوج ان وريجستر ولوج اوت. والريجستر ده ممكن في داتا ايه، واللوج ان في داتا ايه. طبعا المشروع بيختلف الموضوع شويه. فطبعا ايه الموضوع بيبقى رخم انك بتقعد بقى تجيب الاند بوينتس وتستها على بوست مان وتقعد تربطها مع الحقل بتاع الايميل والباسورد ومش عارف ايه وكده. فليه؟ لا، انا جاي اقول لك على طريقه بقى مرعبه. حرفيا اقسم بالله انا شغال بيها، مرعبه بمعنى الكلمه. هتخلص لك الفيتشر بتاع الاوثنتيكيشن دي ممكن في 5 10 دقايق بالاي اي ايجنت. ازاي بقى؟ اول حاجه انت بتدي له الفيتشر، بتقول للاي اي ايجنت يا عم الاي اي ايجنت انت روح اقرا الفيتشر بتاعه الاوز دي. وبعد ما بيقرا الفيتشر بتاع الاوز دي بيروح قارئ الفيتشر، يروح قارئ الملفات بتاع الام دي اللي انت واخدها من الباك اند. وبعد ما بيقرا الملفات دي وبيقرا ده وده، انت لحد دلوقتي ما استخدمتش بوست مان. حرفيا انت لحد دلوقتي ما استخدمتش بوست مان ولا استخدمت اي تكنولوجي انك تست بيها الاي بي اي او الاند بوينتس. بعد كده بقى ما بتبدا بقى الاي اي مشي الخطوات دي، بيبدا يروح داخل على الفيتشر، يربط الاند بوينتس مع اليو اي تلقائيا وبذكاء. يعني الموضوع هو خلاص قرأ الاند بوينتس هناك في ملفات الام دي، وشاف الاند بوينتس دي فيها ايه، ريكوست وكده، ويبدا ان هو يشتغل. الموضوع ما فيهوش اي اخطاء. ملف الباك اند مطلع ملفات الام دي بتاعت السبرنت بنفس اللي موجود في اليو اي، واللي في اليو اي تقريبا هو نفس اللي في الملفات. فتعالى بقى نشوف ايه اللي هيحصل. انت كمان عندك تقدر تشوف كل حاجه في الديباج كونسول زي ما انا بشتغل. انا شغال كده شايف في الديباج كونسول ايه اللي بيحصل، الجيت والبوست والجيت والبوت والديليت، شايف كل حاجه. تمام. طيب النتيجه بتاع البتاع ده، الحكايه دي كلها النتيجه بتاعتها ايه؟ انت مش محتاج بوست مان. اي اي ربط كل حاجه بنسبه تتعدى 90%. كل الاند بوينتس في ملف اي بي اي اند بوينتس جاهز، الملف بتاعك اللي هو موجود في الاي بي اي اند بوينتس جاهز. الديباج كونسول بتاعتك نظيفه جدا وشايفها بالبريتي لوجرز، والتست والسرعه وجوده عاليه. يبقى انت النتيجه اللي بتاخدها من الموضوع ده، بدل ما تقعد تست كل حاجه دي، هتست الموضوع بشكل سريع جدا. مش انت اللي بتست، الاي اي على طول شغال، خلاص الدنيا تمام. السرعه
عاليه جدا. انت مش هتقعد بقى تاخد تربط كل حاجه يدوي، او حتى لو تديها للاي اي مش هتقعد تشرح الاند بوين بتاع بتعمل ايه للاي اي. الجوده، طالما الجوده ما فيهاش تدخل بشري بنسبه كبيره في اغلب الاحوال مع الاي اي ايجنت المرعبه اللي موجوده دلوقتي في السوق، خلاص الجوده في الغالب هتبقى عاليه. تيجي نشوف مثال. تعال نشوف مثال. وليكن انا في مشروع كنت شغال عليه. المشروع ده هو مشروع ضخم بمعنى الكلمه، يعني او مش ضخم قوي يعني. آه، هوريك مثال. دلوقتي ده عملت الكور سيستم بتاعي انا، وعملت الفيتشرز بتاعتي بتاعت المشروع اللي موجوده في الموبايل ابلكيشن ده، وفيها الحاجات الفيتشرز دي. فكل الحكايه ان انا صممت اليو اي وعطيت الابلكيشن للباك اند اللي شغال معايا، وقلت له يا عم باك اند طلع لي ملفات الاسبرنت. تعال شوف كده عندي ايه. ادي ملف سبرنت 2 3، وفي ملف كمان هنا سبرنت له علاقه بالشات. الملفات دي كل الحكايه، انا دلوقتي عندي الفيتشر بتاع الاوس، باجي كده في الاي اي وبقول له الاوس هيكون فيها 1 2 3، وبروح اعطيله كده ملف السبرنت، وليكن السبرنت ده الخاص بالاوس. ومنها بقدر اقول للاي اي انت اقرا الملف ده وقارنه مع الملف ده، وابدا اعمل لي انتجريشن معاهم الاتنين مع بعض. طب هو الملف ده بيكون فيه اصلا؟ تعال نشوف. ملف ده مثلا السبرنت، شايف ده ملف الملفات اللي بتبقى موجوده في السبرنت. ده بيبقى فيها الاوفر فيو، فيها البوست مان اللي هو خلاص انت مبقتش محتاجه خالص، مبقتش محتاجه خلاص. وفيها السبرنت بتاع الريدمي نفسه اللي هو اقرا بقى السبرنت فيه ايه بالظبط. وفي البيزنس لوجيك، وده اهم حاجه انت محتاجها بقى في الموضوع كله. ده اهم حاجه الكلاس اي دي، وبيشرح لك بقى الاند بوينتس اللي فيه، والاند بوينتس بتاخد كيز ايه، والاتريبيوتس اللي بتطلعها ايه والكلام ده كله. فالموضوع في منتهى المتعه والسرعه حرفيا. انا عايز اقول لك ان انا ربطت الفيتشرز بتاع المشروع ده كله في كام يوم، مثلا في حوالي 4 5 6 ايام بالكتير جدا شغل. فالموضوع مش ممتع وبس، الموضوع بيوفر عليك وقت كبير جدا. وانا عايز اقول لك والله انا ما استخدمت بوست مان في المشروع ده نهائي، وطالع بجوده قويه جدا. آه، انا اشتغلت في الاول ان انا ربطت اليو اي، او عملت اليو اي بشكل عام. وبعد كده استنيت ان هو خلص لي ملف السبرنت، وعطيت خلاص هو شايف عارف ومتاكد ان ملفات السبرنت دي مع اليو اي متكافئه جدا، خلاص اشتغل. وفعلا المشروع طلع على اعلى مستوى. بس فخليني كده اعمل لوجن ونشوف كده الشغل. اهو. طبعا مفيش داتا دلوقتي في الوقت الحالي، فالموضوع هيكون ان مفيش داتا. تمام. انا حبيت ان انا اجي اكلمك عن التكنيك القوي ده، وان هو فعلا مش بس هيوفر وقت، ده كمان الجودة هتبقى عالية جدا، والاخطاء تكاد تكون معدومة حرفيا منعدمة، مفيش اخطاء بشكل كبير. بس ويا رب يسهل لنا الحال جميعا، والسلام عليكم.